قافلة الهدى الدعوية. خير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، اليوم سندخل في أسرار الصلاة بصورة أعمق. وكثير من الناس يظن أننا إذا قلنا الصلاة فإنه يقع في ذهني أن بدايتها تكون مع تكبيرة الإحرام، وليس الأمر كذلك. الصلاة تبدأ قبل هذا بكثير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. يعني بما أنك تنتظر الصلاة في المسجد فأنت في صلاة، بل قبل هذا أيضا. قبل، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه الإمام أحمد، حديث صحيح. يعني إذا كنت أنت في طريقك إلى المسجد فلا تشبك بين يديك. لماذا؟ لأنك في صلاة. الصلاة قبل هذا. نعم. نبدأ من كنز من الأسرار، شيء ما ذاقه كثير من الناس، إنه الأذان. الأذان فيه أسرار بديعة قل من ينتبه لها. هل جربت الأذان مرة؟ جربت طعم الأذان؟ من ارتبط بالأذان قبل الصلاة زاد خشوعه فيها. قد تقول لي: ولكن ما هي العلاقة؟ ما العلاقة بين الخشوع وبين الأذان؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، من هو عدوكم في الصلاة الذي لا يدعكم تخشعون فيها ويستفرغ جهده وطاقته لكي تفكروا بأي شيء آخر سوى الصلاة؟ من؟ إنه الشيطان. طيب، الأذان يطرد الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. حديث صحيح. لماذا يفعل ذلك؟ لشدة غيظه وحنقه من هذه العبادة، يكرهها. أنت حاول أن تزيد في غضبه، حاول أن تزيد في أذيته. انتقم لنفسك، انتقم مقابل السنوات الطويلة التي كان يزعجك فيها وأنت في الصلاة. واعلم أن الله يحب أن تغيظ الشيطان، يحب أن يغاظ أعداؤه. قال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يحب. الأمر الثاني العجيب في الأذان أننا إخواني يعني نحن ننقص من أجل صلاتنا بالسرحان وغيره، ننقصه. الأذان فرصة لك لكي تضاعف صلاتك. كيف؟ اسمع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. انتبهت لهذه العبارة: وله أجر من صلى معه. يعني إذا كان المؤذن يصلي معه 100 له 100 صلاة. أكثر. طيب، إن قلت لي أنا ما دخلي بالموضوع، هذا أجر المؤذن، أنا لست مؤذنا. ومن قال لك أن هذا الأجر فقط للمؤذن؟ يمكن أن تأخذ مثل أجر المؤذن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني أفضل منا. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الحل. ماذا قال له؟ قال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون. يعني إذا أردت أن تأخذ مثل أجرهم قل مثل ما يقولون، فلك مثل أجر المؤذن. طيب، المؤذن يأخذ أجر كل من صلى معه، أنت تردد خلفه تأخذ مثل أجره. تخيل كل يوم أجر مسجد كامل. وتخيل يعني أيضا لو كان الحرم وكل مصلي 100,000 أيضا. الله أكبر. سبحان من جعل بعض الناس أذكياء يعرفون كيف يستخرجون الحسنة. عمل بسيط وهو مرتاح، فإذا هو قد جمع أكثر من أضعاف من تعب أكثر منها. كيف؟ بالعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عمل يسير وأجر عظيم. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فإذا بدأنا بالأذان دعونا نخوض. أول كلمة تقولها في الأذان: الله أكبر. فإذا قلتها ماذا تعني لك هذه الكلمة؟
الله أكبر إذا سمعتها وأنت في تجارتك فهي تقول لك بأن الله أكبر من تجارتك، فاتركها واذهب إليه سبحانه. وإذا سمعتها وأنت بين أهلك وولدك فهي تقول لك أن الله أكبر من أهلك وولدك، فاتركهم واذهب إليه سبحانه. الله أكبر إذا سمعتها وأنت نائم فهي تقول لك بأن الله أكبر من فراشك، فاتركه واذهب إليه سبحانه. الله أكبر من لعب، الله أكبر من مسلسلات، الله أكبر من مباريات، الله أكبر حتى من العمل الوظيفة، من كل شيء. ولهذا يكررها عليك المؤذن أكثر من مرة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم بعد هذا تنتقل إلى سر آخر من أسرار الأذان. سؤال: ما هو سبب قيامك؟ لماذا قمت؟ يعني الآن ما الذي يدعوك إلى أن تترك كل هذه المتع والملذات التي أنت فيها، نوم أو فضائيات أو جلسة مع الأصحاب، ما الذي يدعوك أن تتركها وتقوم تذهب؟ ما هو السبب؟ السبب هو لا إله إلا الله، فقط لأجلك، يا من لا يستحق العبادة إلا أنت. ولهذا فأنت تقول بعدها: أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر من هذا الأشياء اللي أنا فيها، قمت. لماذا قمت؟ أشهد أن لا إله إلا الله، لله فقط. لأن الذي يترك الصلاة وهو لا يريد أن يفارق عمله يبقى في عمله ويترك الصلاة، فهذا في الحقيقة وظيفته أو دكانه في الحقيقة هو يعبدهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ثم دعا عليه في آخر الحديث فقال: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يعني إذا دخل فيه شوكة فلا أخرجها الله منه، يدعو عليه. أبدا، نترك كل هذا: أشهد أن لا إله إلا الله، يترك كل شيء ويذهب إلى ربه. طيب سؤال: ماذا يوجد بعد لا إله إلا الله؟ أشهد أن محمد رسول الله. هذه فيها أسرار نأخذها إن شاء الله بعد الفاصل. بصلاتي أدنو